هاولێریەکان چاوەڕوانن، کوڕانی قەڵا منانە چاوەڕوانن. ئەم شەو یەکێک لە قورسترین ئەرکەکە شخولێکی سەرەتایە تاکو ئێستا ئەوان پاڵەوان دەرەکەوێ نایابە كميلة 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 الله لم كل باريس شميلة نيابة والله نيابة هارون سبيدي اللاعب اليماني هارون تلعب الكرة العالية الطويلة من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، هو الأوزبكي شيرزاد تيميروف. شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الاسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على وطبعا دخول اللاعب زفين منصور. هنا الكرة وتصل سهلة لكميل سعد الذي بالفطرة. مصطفى قابيل، تكلم عن لاعب صغير 20 عام فقط. هنا تصويبة من سعادة كاد أن يسعد جماهير القرمة المتواجدة في ملعب دهوك وخلف الشاشة، الذين يشاهدون من مختلف مناطق محافظة لم. الحلول من خارج منطقة الجزاء من إبراهيم سعادة النجم الأردني، وكميل سعد الذي يبعد الكرة إلى ركنية. شوت كميل سعد يقف تماما لتصويبة إبراهيم سعادة، وابعد الكرة. شاهد الإبعاد من أكثر من زاوية. نعم كميل يعرف طبيعة الأوزبك وطبيعة المغاربة. هنا الركنية والمحاولة سهلة لدى كميل سعد، وحبيده إلى الجماهير. هنا التمريرة والمحاولة، لكن كميل سعد بكل ثبات على الكرة. ماكنزي تصويب المسافة بعيدة، وبأحضان الحارس كميل سعد. نعم تصويبات كثيرة من خارج منطقة الجزاء لفريق القرمة، لكن لم تأتي بالشيء الجديد بالنسبة لفريق القرمة. شاهد أحمد ماكنزي حاول التصويب.